المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: الوفد الإيطالي زائر البلاد يتفقد المواقع التنموية. مدرسة دكا بحري الفنية تخرج دفعة من طلابها. إحياء يوم الشهداء في هولندا وبلجيكا وزيمبابوي والسعودية. الرئيس الصيني يؤكد العمل مع بولندا لدفع العلاقات الثنائية. جوليان أسانج يقر بالذنب ويخاطب بريطانيا. والصين تعتبر مهمة مسبارها الفضائي ناجحة تماما. أهلا بكم مشاهدينا. قام الوفد الخاص للحكومة الإيطالية برئاسة وزير الشركات والمنتجات الوطنية أدولفو أوروسو الذي يزور إريتريا منذ 24 من يونيو، قام بزيارة المواقع التنموية في دباروا وخط سكك الحديد الإريترية ومؤسسات أخرى اليوم 25 من يونيو. وقام الوفد الإيطالي الخاص برفقة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حقوس كبريوت ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح، قام بزيارة سد مسلام والبنية التحتية المرتبطة به ومشروع حلحلة الزراعي. وقدم مدير مؤسسة المواشي والقلال الرائد كبرآب أبراهام وخبراء المؤسسة توضيحا للوفد حول أهمية سد مسلام وطريقة بنائه وقدرته المائية وأنشطة إنتاج الألبان ومشتقاتها والأنشطة الزراعية الصناعية المزمع إقامتها في المنطقة والبنية التحتية للطاقة الشمسية. وعاد الوفد الإيطالي بعد ذلك إلى أسمرة وزار مصنع ميرنجي للزجاج والذي تم بناؤه خلال فترة الاستعمار الإيطالي الذي لم يعد يعمل حاليا، كما تفقد خط سكك الحديد في منطقة روبيا والذي شيد عام 1911 والورش التابعة له. وقد التقى مدراء وخبراء مؤسسة الأبحاث الطبية الإيطالية القادمون مع الوفد بوزيرة الصحة أمينة نور حسين، وبحث اللقاء التعاون والشراكة التي يمكن القيام بها في القطاع الصحي. كما تفقد مدراء وممثلي خط السكك الحديدية الوطنية الإيطالية سكك الحديد والأنفاق وعربات السكك الحديدية في دورفو وأربع ربوع ونفاسيت. وبعد فترة الظهيرة زار الوفد الإيطالي الخاص مصنع زائر للنسيج ومشروع أسمر السكني قيد الإنشاء، وقدم له شرح حول الخلفية وفرص العمل التي خلقها والبرامج المستقبلية. وتفقد الوفد المبنى الأثري لسينما أزمرة. هذا وقد استقبل الرئيس السياسي الأفريقي الوفد الإيطالي في قاعة دندن بعد ظهر يوم 24 من يونيو. خرجت مدرسة دقة بحري الفنية 103 طالب في 25 من يونيو الجاري بعد دراسة العامين في 5 مجالات بدرجة الشهادة. وتلقى طلاب الدراسة في الميكانيكا والبناء والإلكترونيات والكهرباء والنجارة. وقال مدير المدرسة الأستاذ عبد الوهاب محمد علي في مراسم التخريج أن على المتخرجين تطوير المعرفة المكتسبة بالعمل وتعزيزه بالتقنية. وأوضح المدير العام لقسم التعليم الفني في وزارة التعليم السيد تسفاي سيوم أن الحكومة تقوم باستثمار كبير في تسليح الشباب بالمعرفة المهنية داعيا الطلاب للعمل المتفاني. من جانبه ذكر المدير التنفيذي في إدارة مديرية دقة بحري سيد قرماي إسيتا عن ثقته لعكس المتخرجين الدراسة التي تلقوها عبر العمل المتفاني. وقدمت الجوائز ل10 طلاب حاصلين على النقاط العالية. وقد خرجت مدرسة دقة بحري الفني التي تأسست عام 1998 3432 طالبا منذ عام 2002 في 20 دفعة. احتفل الإريتريون المقيمون في هولندا وبلجيكا وزيمبابوي والسعودية بال20 من يونيو ذكرى الشهداء. وأحيا الإريتريون في مدن أمستردام وروتردام وأمرسفورت وأوتريخت ولاهاي ولايدن الهولندية يوم الشهداء بتجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء والتبرع ب 35432 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء وتحمل مسؤولية إعالة 34 أسرة شهيد. كما أحيا الإريتريون في الدمام وضواحيها في المملكة العربية السعودية يوم الشهداء ببرامج تضمنت إضاءة الشموع. وتحملت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية مسؤولية إعالة 3 أسر
أضيفت إلى 57 أسرة الشهيد تمت رعايتها مسبقا. تخلل البرنامج شرحا عن عملية الكوماندو وذكريات جرائم العدو. كما أحيا الإريتريون في زيمبابوي وأقليم كوازولو ناتال والمدن الأخرى في جنوب أفريقيا يوم الشهداء بإضاءة الشموع ووضع أكاليل الزهور والتعهد بتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعانة أسر الشهداء. وأحيا الإريتريون في مدن جوبا وأويل وبانتيو ونمولي ويامبيو ويي في جنوب السودان يوم الشهداء بإضاءة الشموع ومسيرة وبرامج فنية والتبرع المالي لتنمية صندوق أمانة الشهداء. تقوم المؤسسات الصحية في مديرية صنعاء بحملات توعية عامة مكثفة لرفع مستوى الوعي العام، وساهم ذلك بشكل كبير في نجاح برامج تحصين الرضع والأطفال بالإضافة إلى خدمات رعاية ما قبل الولادة وما بعدها. وقال رئيس الخدمات الصحية بالمديرية السيد أسير الأزهر أن التطعيم يهدف إلى السيطرة على الإصابة بالأمراض وبناء جيل سليم، وقد بلغت نسبة التغطية على مستوى المديرية 90%. وذكر بأن خدمات التطعيم ورعاية الحوامل قبل وبعد الولادة يتم تقديمها في 8 مرافق صحية و10 مراكز مؤقتة، وأن عدد الأمهات التي يضعن في المستشفيات بالانتظار في غرف الانتظار ارتفع بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الماضية، حيث تم إنشاء غرف انتظار في 5 مرافق صحية للأمهات القادمات من المناطق النائية. وقال إن هذا النمو جاء نتيجة الحملات والتوعية، ودعا المواطنين إلى الاستخدام السليم لغرف انتظار الأمومة في محطة جولو الصحية التي بنيت نظرا للموقع غير المناسب على المنحدرات الشرقية. وقال الممرض برهاني يوهانس رئيس قسم الأسرة والمجتمع في مستشفى صنعاء أن الحملات تحقق نتائج جيدة في القضاء على الممارسات الضارة وغرس الوعي العلمي، موضحا أنه يتطلب بذل جهود جبارة لمزيد من العمل الفعال. من جانبهم قال المستفيدون من الخدمات أن فهمهم للطب الحديث يتزايد بفضل الحملات والمحاضرات التي يتم إجراؤها، مطالبين بمواصلتها بشكل جيد. نظمت شركة عنبربب دورة تدريبية ل31 من أعضاء مختلف المؤسسات الحكومية حول الصيانة والخدمات الآنية للسيارات. وأوضح مسؤول تنمية القدرات البشرية في الشركة المهندس نهوم مليون في مراسم التخريج في 25 من يونيو الجاري تلقي 20 من أعضاء مطار أسمر الدولي تدريبا نظريا وتطبيقيا ل4 أشهر بتدريب في فترتين، و11 من أعضاء القوات الجوية وشرطة الإقليم الأوسط وشركة إيرتيل الحوالي العام. وتعهد ممثل الخريجين بالعمل لخدمة مؤسساتهم ووطنهم بالاستفادة من التدريب المكتسب. وقال مدير شركة عنبربب السيد قرماي أبرهي أن الشركة التي أقامت مركز تدريب عام 1997 ظلت تعمل لتأهيل أعضائها وأعضاء المؤسسات الحكومية ونقل التقان إلى التي تمتلكها، وستعمل لتنظيم دورات تدريبية مماثلة مستقبلا حسب طلبات المؤسسات. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن جاهزية بلاده لتعزيز العلاقات مع بولندا ورفعها إلى مستويات أعلى بهدف تعزيز الاستقرار والثقة في عالم يعاني من الاضطرابات. وخلال لقائه بالرئيس البولندي أندريه دودا الذي يزور الصين حاليا، أكد شي جين بينغ أن بولندا كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالصين الشعبية، وأن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل ملحوظ منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية قبل 75 عاما. وأوضح الرئيس الصيني أن منذ ترقية العلاقات بين الصين وبولندا إلى شراكة استراتيجية شاملة قبل 8 سنوات، اتسعت رقعة التبادلات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتعمقت على نحو يعود بالنفع على شعبيهما. قال موقع ويكيليكس أن مؤسسه جوليان أسانج خرج من سجن بريطاني وغادر المملكة المتحدة جوا عقب إظهار وثائق محكمة أن أسانج يعتزم الإقرار بالذنب بانتهاك قانون التجسس الأمريكي في إطار اتفاق سيسمح له بالعودة إلى وطنه أستراليا. وقال موقع ويكيليكس أن أسانج أخلى القضاء البريطاني سبيله في مطار ستانستاد في العاصمة لندن، حيث استقل طائرة مقادرا المملكة المتحدة. ووفقا لوثائق قضائية نشرت، أبرم أسانج اتفاقا مع القضاء الأمريكي يقضي باعترافه بذنبه بالتهم الموجهة إليه في قضية فضح أسرار
أسرار عسكرية، وذلك مقابل إطلاق سراحه لينتهي بذلك مسلسل قانوني استمر 14 عاما. وقضى أسانج الذي يلاحق بتهمة نشر مئات الآلاف من الوثائق السرية الأمريكية السنوات ال5 الأخيرة في سجن بريطاني مشدد الحراسة. اعتبر زانغ كيشان رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن مهمة المسبار القمري شانغ 6 تمثل ناجحة تماما حسب ما أفادت محطة CCTV الحكومية الصينية. وأدلى زانغ كيشان بتعليقاته من غرفة التحكم في المركز الفضائي الوطني بعد عودة وحدة القمر تشينغ 6 بنجاح إلى الأرض. من جانبه أجرى الزعيم الصيني شي جين بينغ اتصالا لتهنئة إدارة الفضاء الوطني على نجاح مشروع الاستكشاف. وقال الرئيس شي عادة المركبة الفضائية بعينات من الجانب البعيد من القمر لأول مرة في تاريخ البشرية. إنه إنجاز تاريخي آخر لبلدنا في بناء دولة قوية في الفضاء والعلوم والتكنولوجيا. استغل وزيرا مالية كوريا الجنوبية واليابان الاجتماع الثنائي في سيول للتعبير عن القلق المشترك بشأن الانخفاضات الحادة في عملتيهما، وتعهدا باتخاذ خطوات للدفاع عن الوون والين. وقال وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ موك ووزير المالية الياباني شونيتسو سوزوكي أنهما يشتركان في مخاوف جدية بشأن انخفاض قيمة عملات البلدين، وسوف يتخذان الخطوات المناسبة اللازمة. ويأتي الاجتماع في أعقاب اجتماع ثلاثي لوزراء المالية في أبريل في واشنطن العاصمة، حيث حصل البلدان على اعتراف من وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بشأن مخاوفهما بشأن العملة. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الوفد الإيطالي الزائر يتفقد المواقع التنموية في البلاد. مدرسة ذكرى محرية الفنية تخرج دفعة من طلابها. إحياء يوم الشهداء في هولندا وبلجيكا وزيمبابوي والسعودية. والرئيس الصيني يؤكد العمل مع بولندا للدفع بالعلاقات الثنائية. جوليان أسانج يقر بالذنب ويغادر بريطانيا. والصين تعتبر مهمة مسبارها الفضائي ناجحة تماما. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.